أنا سارة، وهحكي لكم قصة حصلت معايا. كان عندي شغل في محل صغير، وكل الناس كانت بتحبني عشان أنا طبعا حلوة ومش بتنعال على حد. في واحد من زمايلي اسمه أحمد بدأ يقرب مني أكتر من اللازم، وكان بيقول إني بيحلم يتجوزني. أنا كنت بساعده وإنا بنبسم، بس مش متأكدة من حاجه خالص. بعد كده أحمد اختفى يومين وقلقت عليه برده. لما رجع قال إني راح البحر يرتاح شوية، وفهمته وإنا بسمت له. بس في يوم الفرح لما كده الناس كلها جاية، رحت للفرع لبسة أجمل مالي، وجايلة معايا هديتين. ديت الهدية الأولى لأحمد وقالت له دي باش تفرح وإنا بنبسم. بعد كده مديت الهدية التانية للبنت وقالت دي مهمة، ورقة جواها كتبت اللي عندي في قلبي. الناس قعدوا يهمسوا، وأحمد لبسه اتحول من أصفر لأحمر، والكوباية وقعت من إيده. أنا بس ابتسمت وقالت أنا مش هقدر أعيش حياتي وهي بتسرق مني، ومشيت وهي رافعة راسي.